السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. مكملين مع بعض دورة الفراخ البلدي البياض اللي كنا بدأناها مع بعض قبل كده، والنهاردة إن شاء الله هنعمل خلطة رهيبة جدا جدا لزيادة إنتاج البيض عند الفراخ وتأسيس الفراخ من عمر شهرين أو شهرين ونص. الفراخ اللي قدامنا دي تقريبا عمر 70 يوم، يعني أقل من شهرين ونص بشوية. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا. طبعا دول اللي اتبقوا من اللي فاتوا، الحادثة الفظيعة اللي حصلت لهم زي ما انتوا عارفين. طبعا انتوا الناس اللي كانت ماشية معايا في الدورة دي طلبت مني ان انا اكملها، فان شاء الله النهاردة انا هنعمل مع بعض وصفة هايلة جدا جدا. اولا هترفع مناعة الفراخ بشكل غير عادي، ثانيا هتخلي الفراخ صحتها حلوة جدا، ريشها بيلمع او العرف بتاعها بيلمع، انتاج البيض عندها هيبقى حلو جدا لان دي عناصر جسم الطائر محتاجها. اهم حاجة برضو انه هيرفع مناعة الطائر قوي، لان دلوقتي داخلين على تقلبات في الجو، والجو هيبقى شتاء وهيبرد ويسقع والكلام ده كله، فاحنا محتاجين نعمل الوصفة ديت بمنتهى السرعة. تقدري تعمليها للفراخ بتاعتك من عمر 10 15 يوم، ممتازة جدا جدا. اول حاجة في الوصفة ديت هنعمل مع بعض او هنحط ليهم الكركم. الكركم من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي احنا لازم نحطها للفراخ بتاعتنا، بس خلي بالك الفراخ البلدي ليها شروط خاصة في موضوع الكركم ده. الكركم طبعا كلنا عارفين قد ايه هو ما شاء الله عليه، يعني يعتبر مضاد حيوي قوي جدا، بيحمي الفراخ من امراض كتيرة جدا جدا جدا، بيعلي مناعة الفراخ، بيخلي فعلا دورة الفراخ تنجح معاكي من غير مضادات حيوية ومن غير ادوية ومن غير اي حاجة. بنحط معلقة على الأكل من وهم صغيرين، من عمر 5 أيام، من عمر أسبوع بنبدأ نحطه. بس الفراخ اللي بتبيض غلط، يعني ما ينفعش أحط كركم لفراخ بشرت بالبيض. أما الفراخ قبل ما تبيض فعادي جدا، أنا بحط الكركم مرتين 3 في الأسبوع، مفيش أي مشكلة. أنا بنضف جسم الفراخ وبظبطهم وبعلي مناعتهم، وبيستفيدوا جدا جدا من الموضوع ده. يعني لو انت بتحطي كركم للفراخ مفيش اي مشكلة خالص، هنحط الكركم ونستمر فيه. وبالذات هنكثف من الموضوع لما الفراخ يبقى عندها شهرين، لانه عشان ما يحصلش معاهم اي مشاكل معوية بنحط معلقة صغيرة على الاكل. يعني زي الاكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، الاكل اللي احنا عملناه قبل كده كتير للفراخ. لو انت عايزة تشوف الدورة دي من اول عمر يوم كتاكيت البلد البياض الحر، اكتبي لي في التعليقات وانا احط لك الرابط. ولا مضادات حيويه ولا ادويه ولا اي حاجه ولا تحصينات ولا اي حاجه. ما شاء الله الفراخ زي ما انت شايفه يومها ب10. بس هم نصيبهم بقى انه جزء منهم يعني الحمد لله مفيش مشكله. فاللي فاضلين منهم ما شاء الله حلوين جدا 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 وسابقين سنهم، فانا عايزه احافظ عليهم. الفراخ دايما تعكعك وتاكل في الارض وتعمل حاجات كده، فلازم تديها حاجه تطهر وتنظف، فمن الحاجات دي الكركم. تاني حاجه وهي الزنجبيل. الزنجبيل سواء زنجبيل بودر او زنجبيل فريش. لو فريش هنبشره على الاكل، لو بودر هنحط معلقه على الاكل. برضو الزنجبيل زيه زي الكركم، ببدأ ان انا احطه هم صغيرين من عمر اسبوع مفيش مشكلة. يبقى الكركم والزنجبيل بحطهم من عمر اسبوع مفيش مشكلة، احط مرتين 3 في الاسبوع عادي. اول الفراخ ما تبدأ تبشر بالبيض بعمل ستوب، وقف. ما ينفعش احط كركم وزنجبيل بنفس الطريقة اللي كنت بحط بيها ابدا، لانه ده هيعمل مشاكل جدا جدا في انتاج البيض، وهيعمل مشاكل في البيضة نفسها. ناس كتير بتقعد تقول البيضة محشورة في الفرخة، الفرخة مش عارفة تبيض، فرخة عندها مشكلة ومش عارفة تطلع البيضة، بسبب ان حضرتك بتستخدمي كركم وزنجبيل بعد ما الفراخ باضت. لا، الفراخ مادام باضت الكركم والزنجبيل مواد قابضة، ما ينفعش استخدمهم غير مثلا لو انت بتحبيهم وعايزه تستخدميهم بعد. انا بعد ما بيبيضوا ما بستخدمهمش خالص، بس لو انت عايزه تستمري فيهم، بس انا بستبدلهم بفلاجيل وكزبره وكمون، انما وشيح. انما الكركم والزنجبيل اللي بوقفهم هم حلوين جدا جدا جدا. كمان الزنجبيل حلو قوي علشان بيقلل الدهون في الجسم. بس بعد ما يبيضوا استخدمهم كل مرتين في الشهر، اكتر من كده غلط. يعني كل 15 يوم مرة، كل 15 يوم مرة احطهم يومين ورا بعض مثلا. يعني كل 15 يوم احط يومين ورا بعض زنجبيل وكركم.
اكتر من كده غلط، هتلاقي ان الفراخ لما تيجي تبيض البيضة بتتزنق وتتحشر فيها، ما بتبيضهاش، ان هما فيهم مواد قابضة وده خطر على الفراخ بتاعتنا. اما لسه عمر شهرين كده حطي ولا يهمك، مفيش مشكلة، كركم وزنجبيل ومفيش اي مشكلة منهم. فاضل معايا المكون الثالث وهو الليمون، والليمون ده اجمل واقوى وافضل مضاد سموم ممكن تحطيه للفراخ بتاعتك. كمان فيتامين سي عالي جدا، يعني مناعة عالية في السماء. انا بقى ممكن نعمل الوصفة دي نحطهم التلاتة على بعض، معلقة كركم، معلقة زنجبيل، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الزنجبيل، ونعصر عليهم ليمونة ونقلبهم على الأكل بتاع الفراخ.